السلام عليكم ومرحبا بكم معايا. غدانا ديال اليوم غادي يكون ان شاء الله طاجين ديال الحوت بالبصله والزبيب اللي كيجي اكثر من رائع، بنين ومعلق. هنا خديت الحوت، نقيته مزيان، حيدت له داك الشوك اللي كيكون في الوسط، السنسور ديالو، وداك الحاسك اللي كيكونوا في الجناب وكذلك اللي كيكونوا في الظهر، نقيته مزيان من الشوك. دابا غادي ندوز باش نوجد له الشرموله. انا ضفت راس معلقه ديال القرفه وراس معلقه ديال الابزار، معلقه صغيره ديال السكنجبر، وكذلك معلقه صغيره ديال الخرقوم. غادي نزيد الملحه اللي كتبقى على حسب الذوق، ونضيف راس معلقه ديال السمن. زديت 2 معالق ديال زبيبه بلديه، وغادي نخفف هادشي كله بشويه ديال الماء. كنرطب داك العطريه في الماء، وغادي نعمل فيها الحوت. كنلبس الحوت كله بالشرموله، كندهنو كله بالشرموله. هنا نسيت الثومه ولكن غادي نزيدها من بعد. شرملت الحوت، غادي نحيدو ونحط في بلاصتو البصله اللي كنكون قطعتها هكذا مشنفه. بالنسبه للكميه ديال الحوت والبصله كتبقى على حسب الرغبه، ونفس العطريه اللي تبلنا بها الحوت غادي نتبلو بها البصله. زدت الخرقوم، القرفه، السكنجبان والابزار. كنرجع الحوت نزيد له الثومه، نخلط مزيان الثومه مع الحوت. بالنسبه للبصله بعد ما ضفت العطريه كنزيد عليها الزبيب، وكنخلط العطريه مع البصله. كنلبس البصله كلها بالعطريه، في نفس الوقت كنقرط داك البصله، كنهرسها باش كطيبنا دغيا، في نفس الوقت كتبنن وكتطلق حتى داك الماء ديالها. رديت الطاجين يسخن وكنخوي فيه زبيبه بلديه اللي كنزيد عليها البصله اللي شرملت. وبالنسبه للحوت يمكننا نعوضوه باي حوت كان عندنا متوفر. بعد ما شرملت الحوت كنلويه بهذه الطريقه هذه. انا خليته هكذا طويل، يمكننا نقسموها على 2 ونلويوه. انا خليته هكذا طويل ولويته وكنصفو فوق البصله. كنزيد الكميه ديال الزبيب اللي بقات لي، واحد 2 حبيبات ديال المسكه الحره، ونعاود نزيد عليها قطيره ديال زويته بلديه من فوق. بعد ما زديت المسكه دابا كنزيد واحد 4 كاس ديال الماء، واحد كميه قليله ديال الماء. راه البصله كتطلق الماء والحوت كيطلق الماء، فقط زدينا قطيره ديال الماء. بعد ما غلينا الطاجين وداك البصله طلقات الماء ديالها، وكناخذ المريقه وكنخويها على الحوت. الطاجين ضاب، نخدرو باللوز محمر، كيعطي واحد البنه وكيزيدوا لذه. وفوق الحوت عملت اللوز مهرمش حتى هو محمر. غادي ندخلو للفران يتحمر غير شويه، ما نحمروش بزاف باش ما يتحرقناش الزبيب. فقط ياخذ لنا اللون هذا من الذهب ويعمل داك الجليده الرقيقه اللي كتكون فوق الطاجين. بعد ما خرجته من الفران هذا هو الشكل ديالو، كيجي معلك وبنين، واحد المذاق ما نقولكمش، كيجي خطير خطير هذا الطاجين. كنتمنى الوصفه اليوم اللي شاركت معكم تنال الاعجاب ديالكم. الا عجبتكم بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب، ما تبخلوش عليا بواحد اللايك للتشجيع. شكرا لكم والى اللقاء.